بصح الانسان كيكون معارض لازم يمدحوا له. الانسان ماشي عارض باش يعارض. انت اصلا ما راكش تعارض، انت راك كانسان ماكش راك دير. انت كانسان راك تحب تستهزأ ببلادك، فهمتني؟ انت راك تمارس مش ما راكش على اساس انه انت تعارض سياسيا، انت راك حاب تطيح ببلادك. انت عندك امور واحده اخرى في راسك راك مثلا كي نحكي على مرضى الملاريا في تيمياوين راني نستهزأ بهم على سبيل المثال. طريقة الكلام تاع الانسان اللي يكون يعارض مع الانسان اللي يكون يطيح ببلاده ما راهيش كيف. انت شويه انسان حساس، شويه بالك مرهف الاحساس. ماشي حساس خويا، انا انسان جزائري مواطن والحمد لله، ما رانيش حساس خويا. نقولها لك الانسان اللي مثلا يتحسس من طريقه الكلام. اصلا حنا شمال افريقيين عندنا طريقه تاع الكلام معينه. درك انت اذا تتحسس من طريقه الكلام، انا ما نسب ما نشتم، وش هو الاشكاليه تاعك في طريقه الكلام؟ انت طريقه الكلام نتاعك تستهزأ ببلادك يا اخي، انت راك تستهزأ ببلادك، انت ما راكش تعارض. فرق انه الانسان يكون يعارض وفرق بين الانسان يكون يستهزأ ببلاده. سيدي نقولوا انت يعجبك الحال كيكونوا اللي راهم من لهنا يضحكوا من الجاره اللي راهم من هنا. اعطاني انت الجاره اللي راهم من هنا دقيقه اخويا. لازم مواطن جزائري يريد الحصول على الجنسية المغربية، المشاركة في كأس العالم 2030 كأس افريقيا 2025، وباش يروح يشري الحليب في أسواق مرجان في مدينة العيون المغربية، وباش يتحصل على دواء الملاريا المتوفر في الجارة الغربية، لأنه احنا في الجزائر ما عندناش الدواء تاع الملاريا. شوفوا لنا معاه وزارة الداخلية تاع الدولة اللي هاك عطيو له جنسية. تفضل خويا كمل. شفت باللي انت كانسان انت ما راكش تعارض، انت راك تطبل، انت عندك امور سياسيه. شوف حتى المواضيع اللي ديرهم انت كلهم المواضيع اللي راهم يديروهم الاشخاص اللي راهم في هذيك اللي راهم تابعين نفس التوجه. شفت نفس الموضوع اللي راك ديروه هو نفس الموضوع اللي يديروا رضوان الروحي، ونفس المواضيع اللي يديروهم. مثلا تزيد تذكر اسماء تهبط مباشره، اذا حاب تهبط. ماشي حبلاش نهبط نتناقش. اوكي بقى معايا ما نذكرش الاسماء، انا راني نربي فيك باش تطلع المستوى. ما تربينيش، علاش تربيني يا اخي كريم؟ ما تربينيش، راني في بلادي. واحد يحكي على بلادي عايش معزز مكرم. انت غدوه تموت في فرنسا وين يدفنوك؟ غدوه تموت وين يدفنوك؟ قلت لهم يرميوني في البحر ويحرقوني ان شاء الله كي الفايكينغ. يحرقوك نورمال، انت نورمال ما تحرق في الاخره وفي الدنيا. عادي في الدنيا وفي الاخره. الاخره انت اللي تحدد وش يصرى للناس في الاخره. باين انت لقيت خاين، انت لقيت انسان خاين كان من اهل الجنه، انسان اللي يخون بلاده، الانسان اللي ما عندوش النخوه على بلاده. شنقريحه خاين ولا ماشي خاين؟ شنقريحه خاين. شنقريحه خاين. انت تشوفه خاين؟ انت بالنسبه لك تشوفه خاين؟ راك قلت راه اللسان تاعك. شنقريحه راه يحمي بلاده، شنقريحه راه يحمي بلاده. انت الخاين اللي راك تبهدل في بلادك. اخر محاوله. راك شفت راك قلت خاين وراني مخليك معايا. انا على بالك انا وليت نقول باللي تربيه بيوت الرذيله كيما نتايا لازمني نخليكم تعبروا على رايكم، ماشي مشكل. دونك يا تربيه بيوت الرذيله اللي تشتم في الناس. درك الاشكاليه اللي حاب نحكي معاك فيها، درك انت قلت لي المواضيع اللي تحكي فيها راهم يحكيو عليها الجهه اللي هاك وهاك. دونك الكولونيل مايغا تسمى هذا الموضوع اللي يحكي فيه هو عميل المخزن. ماشي هو، انا نقول لك انتوما تبناو نفس المواضيع، انت واللي كيما لا راهم من هي. انتوما عباره عن ابواق خالصه خويا. الموضوع او كي رانا نفس المواضيع اخي، نفس المواضيع. نعاونك نفس المواضيع دائما. انا نجي من اللايف نجي لعندك نلقى نفس الموضوع. شوقي بن زهره سبحان الله ونعم الصدفه. ونعم الصدف، يعني صدفه نطيحوا في نفس الموضوع. تسكت شويه ولا ما تقدرش تسكت؟ عندك مشكل تاع الهرمونات كيما ايمان خليفه. ما تزيدش تجبد. شكون تربيه بيوت الرذيله اللي راه يهضر هذا بطريقه محترمه؟ تربيه بيوت الرذيله راه انت لا هذه تربيتك خويا، لانه شوف انت كيفاش راك تهضر على الناس. ما تزيدش تهضر على الناس، هذيك فحله عليك، هذيك مرة ونص، هذيك رفعت بلاد اعلام بلادها. انت واش شرفات؟ ما رفعتش علم المثليه انايا. شوف مع النظام الجزائري انا خاطيني خويا. شوف مع النظام الجزائري هذيك مرة ونص، هذيك رفعت علم بلادها. انت شوقي بن زهره واش قدم؟ واش عندك انجاز؟ اعطيني انجاز شوقي بن زهره.
تقدر تسكت خاين. ولا لا؟ انجازك الوحيد انك تقدر خائن. تسكت ولا لا؟ ما تقدرش. راني ساكت، تهدر خذ راحتك. يعني خليتك تهضر خلاص، راك هضرتها خائن خائن، راك تربيه بيوت الرذيله رانا فهمنا كامل وراه نفهموا في التعليقات. سي بون دوك نبقاو نعاودوا. دونك هذا شوقي بن زهراء راك قلت عامل المخزن، اوكي ما عليناش. دركا نتايا اسكو تقدر تحكي على موضوع من المواضيع مرضى الملاريا؟ كيفاش بلاد كيما الجزائر عندها الملاريا، الادويه غير متوفره، الناس مطايشه في الارض. هل انت عندك عاطفه تجاه الناس هادو؟ كيفاش النظام خلاهم في الوضع هذا؟ اولا النظام ما خلاهمش في الوضع هذا، هذه يعني بمفهومك نتايا تقول لي النظام خلاهم في الوضع هذا. اسك النظام انت راك عايش معايا باش تعرف النظام خلاه ولا ما خلاش؟ لا عايش معايا، انت ماكش عايش معايا باش تعرف النظام خلاه ولا ما خلاش. هي رانا في السبيطار 60 سريب رجباشي مختار. هي وفاة الأولى هي، ايه والوفاة الثانية 5 دقائق بيناتهم. 5 ما دقائق. كان ما كان والو، ما جا والو، جا دواء تاع السخانة وتاع الكرش. قال لك مواطن من تما قال لك راهم جاو الدواء تاع السخانه، ما بعثولهمش الدواء تاع الملاريا. هاو مواطن من تيمياوين. والله غير انا نعرف باللي الدوله تاعي نعرف باللي توفر، ونعرف باللي راهي وفر. هذا ونعرف ثاني باللي راهي توفير. موفر. وهذه وهذا الامر، شوف هذا الامر اللي راك تهضر عليه، هذا الامر ما كاش اصابه واحده ولا اصابتين ولا 3، كان اصابات عديده ومتعدده. فهمني؟ الدوله دير اللي عليها، الدوله راهي دير اللي عليها. الدوله كيفاش وصلنا بلد المرض تاع الملاريا للجزائر؟ كيفاش بلاد كيما هذيك الجزائر باسكو فيها لا مرض؟ دوك نقول لك كاينه واحد الجاره من هيه ما دوشوش عندهم بزاف، كي طاحت الشتاء تغسل الخنز تاعهم جا لعندنا. بغيتك الكلمه هذه بالديكاج كي تغلقت عليه راح الجار. عباك ما نتعبش خلاص. ما قادر واحد كان يسمع يشك يقول لك بالك هذا راه عنده شي حاجه يقولها ولا واش عنده. علاش كاينه الملاريا في الجزائر؟ المروك. علاش انت تربيه بيوت الرذيله؟ المروك. القذاره يحكي على القذاره صراحه، القذاره يحكي على القذاره. حتى المصطلحات على بالك كيما المصطلح هذا اللي قالوا على باليش درك هذا المصطلح بالك راه يتقال في الديار في الجزائر، بصح مصطلح قذر. انا على بالك لو كان كنت صغير نقول كلمه كيما هذه قدام ما كانت تكويني. انا قلت كلمه في حياتي قدامها كي كنت صغير كواتني بالفلفل الحار يجد تحط وتسخن الفرشيط اوفا لا علينا، خلينا من التفاصيل. من تم درك عاد هذه الكلمه درك اللي قالت تتقال في البيوت في الجزائر نورمال. هادي بيوت الرذيله. الحمد لله الانسان ما ترباش هكا. ملاريا في الجزائر مروك. سنادة تاع قبيل نعطيو له فرصه. ميرسي. الاخت قالت لي فرصه توا يلون فوا. صحيح حتى لو كان الملاريا سببها المروك بعثوا له. عباك انا نقول للجماعه تاع تنزيواطين تاع تنزيواطين وتيمياوين اخرجوا ديروا فيديوهات ضد المروك وقولوا لهم راهم هما بعثوا لنا الملاريا. بالك النظام الجزائري يقول لك اصبر هكا نتكفلوا بهم ونتهلاو فيهم. هذه ثاني. انا عندي زوج حلول اليوم ليكم، يا تروحوا لتندوف الدواء راهو كاين عند البوليساريو، راهو كاين متوفر في الصيدليات تاعهم، راهم بعثوا لهم قافله. وانا صراحه انا متفهم النظام الجزائري، ما نكذبش عليكم راني متفهم النظام الجزائري، باسكو الدواء كامل بعثناه للبوليساريو. منين راح يجيب لكم؟ يخلقوا بركوا بلا ما تشكيو. او عنده الحق هذا اللي كان من ايش تضلوا تبكيو وتشكيو علينا؟ عندهم الحق. بعثنا كل شيء قافله راهي قد السما القافله هذيك، راهو بعثنا لهم قافله مخك يحبس. راني وريتها لكم برك بالحديث على البوليساريو. جماعه راهو جانا حليف جديد، راهو حليف على بالكم. النظام الجزائري والبوليساريو راه متحالفوا.
جابوا حليف عنده ملون يعني حليف هكا متعدد الالوان، يقدر يخرج لك اي خرجاك. حليف لي زوم كما ايمان خليف، حليف رجله. صراحه انا هذا هو الحليف الوحيد تاع النظام الجزائري اللي فهمت درك. دوكا عندنا تونس مسكينه الله يفك صراحه، عندنا ايران وزدنا حليف جديد. مرحبا. قناة الجزائر الدولية شد روحك. في الندوة الدولية 28 لأحزاب أو 20 للأحزاب والمجتمع الجديد بالعاصمة المكسيكية مكسيكو بالإجماع تعنت الاحتلال المغربي. واحد يقول لك أنت راك تجيب لنا اجتماع في مكسيكو راح ليه البطاطيش البوليساريو باش يشاركوا من أجل إدانة الاحتلال المغربي الذي احتل، وعنده قال لك البوليساريو هذا الاحتلال المغربي عنده انتهاكات ضد حقوق. دوك نشوفوا حقوق شكون. وعدم انصياعه للشرعية الدولية واستمراره في احتلال أجزاء من الأراضي الجمهورية العربية الصحراوية والله ما خدمتها بالذكاء الاصطناعي غير قناة الجزائر الدولية. خاطيني أنا ما عندي علاقة بالموضوع. شوفوا علام هنا وعلام هنا وهنا، وهذه الحركة تاع إيفيتا تاني راهي قدام البوليساريو. والتقرير من قناة الجزائر الدولية ماهوش من تلفزيون وراديو الزملة. تلفزيون وراديو الزملة اللي ما مولفينش يكونوا معنا هي القناة الرسمية ولاية العيون، ماشي العيون اللي في المحيط الأطلسي، العيون اللي في جمهورية تندوف، العيون ليغو. والقناة اسمها حقيقة راديو الزملة، خاطيني أنا اللي سميتها. أوفا ما عليناش. المهم التقرير من قناة الجزائر الدولية يقول لك باللي بوليساريو راح يحشد الدعم الدولي من كذا وكذا وكذا. روحوا من بعد شوفوا هادو إيفيتا واش يديروا. وزيد العالم صراحة راهو. وعلى بالكم بماذا ندد البوليساريو؟ منين طلع لي هذا؟ أنا نسمع منين طلعت برك. سامحونا يا جماعة واش راح نديرو؟ انت تكون تحكي على الموضوع قطعني يا جد، خلعني انا قلت راهو قدامي. دونك نعاودو نرجعو للموضوع. واش بيقلقكم الموضوع هذا؟ راني نحكي على الحليف الجديد تاع النظام الجزائري والبوليساريو. هذا هو الموضوع اللي قلت لكم ما نقدرش ندير عليه فيديو. لو كان ندير عليه فيديو يبعثوني تيك توك الكذا وكذا. دونك هذا هو الحليف الجديد صراحة. والله راني فرحان قلت لكم البوليساريو قال لك يندد بجرائم الاحتلال في بوجدور. يعني قلت واش صاري في بوجدور؟ هادي بوجدور راهي في الأقاليم الجنوبية المغربية. قال لك باللي في بوجدور كاينة وحدة المهم عندها إيمان خليف، وهي إيمان خليف. المهم راهو الموضوع راني نحاول نحكي عليه دون الدخول في التفاصيل باسكو المنصة ما تقبلش. دونك إيمان خليف التقت بإيمان خليف، بصح هادو إيمان خليف اللي التقاو هادو مغربية في بوجدور. قال لك تعرضوا إلى انتهاكات من طرف الاحتلال المغربي الغاشم. قال لك الاحتلال المغربي ما خلاهمش كذا وكذا وكذا على قول التبون. والله البوليساريو يندد بانتهاك حقوق الألوان. وقناة الجزائر الدولية دارت تقرير على الموضوع. لأجزاء من الأراضي الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، وتم الاتفاق على جدول أعمال من أجل تعزيز تطوير التعاون المشترك مع البوليساريو، وذلك خلال لقاءات أجراها الوفد الصحراوي المشارك في الندوة تعاون 26 و28 من الشهر الجاري مع الوفود المشاركة. شوف بعد راهم داروا ان بلون غابروشي باش ما تبانش القضيه، باسكو ايفيتا تاني هذيك اللي من الجهه الاخرى قال لك تعزيز التعاون.